طفل اقل من 5 سنين، تعالى اقولك اهم شويه نصايح لاستخدام الشاشات في السن ده. هنبدا من الاول. اقل من 2 سنين يا ريت بلاش خالص، دي بتغيظني بتغيظني. حتى لو فيديوهات تعليميه، علشان اصلا الطفل في السن ده بيتعلم اكتر باللمس زي المجسمات او الكتب. من سن 2 ل5 سنين يفضل انه يكون ساعه واحده، بس الافضل انها ما تكونش على بعض وتكون متقسمه. احنا الاهل اللي بنختار المحتوى اللي الطفل هيشوف، مش بنديله التليفون وهو يسكرول ويجرب ويشوف الحاجه اللي هو عايزها. يفضل ان احنا نشغل اللي اخترناه ده على التلفزيون احسن من التليفون. التلفزيون شاشه كبيره ثابته، ما ينفعش ناخدها معانا في اي مكان، وكلنا شايفين وسامعين اللي بيتعرض عليها، ده امان اكتر. وقت الشاشات بلاش الصبح وهو في كامل طاقته، ولا بالليل قبل النوم على الاقل بساعه. يفضل يكون وسط النهار بالمده المحدده اللي اتفقنا عليها. واظبطي منبه قدام الطفل ونفكره قبلها ب5 دقائق ان المنبه فاضل له 5 دقائق وهيرن، ولازم نلتزم ان لما المنبه يرن نطفي. يا سلام بقى لو نتفرج معاهم ونعمل حوار عن اللي بيتفرجوا عليه، ايه اللي حصل في الحته دي، يا ترى الولد هنا ليه زعلان، عشان صدقوني ده بعد شويه هيخليهم دايما يفكروا في اللي بيسمعوه ويعرفوا يميزوا بين الحلو والوحش. وقت الاكل مش بنتفرج، بنتجمع كلنا ونحكي ونتكلم وبناكل. طب لو ولادنا اصلا عدوا المرحله دي وادمنوا الشاشات هنعمل ايه؟ اعملوا فولو وهنقول ده الحلقه الجايه عشان الريل مش مكفيه.